السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو دوت لكل واحد بيحب الحمام بتاع النش. لو انت بقى من عشاق النش، الفيديو دوت فيه مفاجأة جميلة جدا جدا ليك. هنعمله حاجة حلوة كده لأحلى اخوات وأحلى ناس موجودين معانا. وبرضو الفيديو دوت موجود للناس اللي بتحب حمام الزينة. حمام الزينة برضو هنتكلم عنه وهنقوله كلام جميل عنه وهنقوله كلام جميل عن تربية الحمام. الفيديو دوت ما جالكش بالصدفة، الفيديو ده جالك عشان انت بتحب الحمام وبتحب تفرخه وبتحب تنتجه، بس في حاجات بسيطة ساعات انت مش بتوصل لك او مش عارفها. ان شاء الله هنتكلم فيها مع احلى اخوات في الدنيا. وتعالى اوريك الفيديو دوت عشان ايه. نرجع بقى نقول للناس اللي بتحب الحمام التقايل، الكينج، الروماني، المالتي، اللحم الفرنسي، اي حاجة تتخيلها ومش بتخيلها احنا بنربيها، اللي احنا بنحب الحمام. تعال اقول لك بقى النهارده هنتكلم معاك في موضوع ايه. طبعا يا جماعه احلى مسا عليكم واحلى مسا على كل واحد موجود عندي في القناه، لاخواتنا وحبايبنا اللي مشرفينا، داخلين على 100,000 واحد اهو، اخ واخت وام واب، ولسه هنكبر وهنكتر بيكم انتوا، يعني احنا بنعلى بيكم انتوا. لو نرجع كده من 7 سنين كنا بننش، وكان في ناس كتير جدا بتحب النش، ناس عايزه تتعلم النش، ناس عايزه تتعلم ازاي تثبت الزغلول، ازاي تخلي الحمام بتاعها ما يركنش، ازاي تخلي الحمام بتاعها يطير. اصل النش ده متعه، واللي ما نشش ما غواش. الواحد كان عنده كيف كده يطلع فوق السطح يتفرج على الحمامتين وهم طايرين، يتفرج على الحمامتين وهم بيتقلبوا. اللي هيحس بالكلام دوت الناس اللي بتعشق الحمام، الناس اللي بتربي حمام. النهارده ان شاء الله جاي لكم بمفاجاه جميله جدا جدا جدا، في ناس كتير جدا هتفرح لي فيها. طبعا زي ما انتم شفتوا فيديو نزل قبل كده، بدانا عملنا الطبليه وعملنا شكل جميل للطبليه كده. النهارده ان شاء الله هنعمل او هوريكم الفيديوهات التانية، ازاي عملنا الجناب، ازاي طلعنا الجناب فوق الطبلية، ازاي ثبتنا الداير واخترنا رسمة جميلة وان شاء الله تعجبكم. طبعا يا جماعة احنا في رمضان دلوقتي وانا بكلمكم كده، كل سنة وانتم طيبين، ربنا يجعلها سنة سعيدة عليكم وعلينا ان شاء الله. وبامر الله تعالى الفيديوهات اللي انتم هتشوفوها دلوقتي كانت متصورة قبل رمضان وانا جمعتها كلها في فيديو واحد. برضو عايزك تخش، ممكن تكون انت عايز تعمل غية، عايز تعمل حاجة وسمعت ارقام وهمية. لا، انا النهارده معايا اخويا وحبيبي محمد نجار واخويا وحبيبي ياسر، ساعدونا ان احنا نعمل غيه جميله، ساعدونا ان نعمل شكل جميل، وفي نفس الوقت برضو حاجه كده تشوفها انت نفسك هتنبهر. وعايزك تقول لي رايك في التعليقات. وكل واحد عايز يعمل غيه، سيبك من الارقام الوهميه اللي انت بتسمعها دي، اللي يقول لك 50 60 70 80. لا، انا عايزك تشوف الغيه دي عملت ايه معانا او شكلها عمل ايه معانا، وفي الاخر برضه هقول لكم كلفتني كام. وطبعا الفضل يرجع لربنا سبحانه الله تعالى، ويرجع لاخويا حمو النجار واخويا ياسر، هم اللي وقفوا. وطبعا محمد نجار تعب جدا في الغيه ديت، لانه عمل حاجه كده ايه فريده من نوعها، اذا كان في البيبان اذا كان في الغيه. بقول لك ايه، ما تيجي نشوفه مع بعضينا كده ونشوف الدنيا فيها ايه. عايزك تتفرج على الفيديو كامل، لو انت مش مشترك اشترك وفعل الجرس هيوصل لك كل جديد، نش، فرخ، علاج، ايا كان. تعالوا كده مع بعض نتفرجوا، يلا بينا. وقلنا بقى نكمل الطبليه الجميله بتاعتنا ونشوفوا هنعمل ايه، ويا رب داير يطلع زي العسل شبه اخواتنا وحبايبنا اللي مشرفينا وموجودين عندنا في القناه. وبدانا نقص الزيادات. طبعا لما قصينا الزيادات ديت بيخلي معاك الشكل جميل، بيخلي معاك الشكل كده بسم الله ما شاء الله، وتحس انك انت بدات تعمل حاجه. وطبعا ان انت بدات تعمل حاجه تبقى دي حاجه كويسه جدا. وزي ما انتم شايفين اهو، كل حته زياده طالعه من الطبليه بنبدا نقصها عشان نرسم الطبليه بتاعتنا ونخلي شكلها جميل كده ويليق بينا ويليق بيكم، احلى اخوات في الدنيا واحلى ناس موجودين معانا. ودي كان اخر حته في الزيادات، برضو اخونا محمد وحبيبنا محمد نجار قصها، والمنظر زي ما انتم شايفين كده. احلى مسا عليك يا حمو، الدنيا بقت جميله بسم الله ما شاء الله. تعالوا بقى نشوفوا هنعمل ايه تاني. وكان معانا اخونا ياسر هنا اهو. بدانا زي ما انتم شايفين كده يا جماعه نقسم الجناب، القوايم بتاعه الجناب بدانا ان احنا نقسمها، لان كل جنب مثلا بيبقى فيه 3 قوايم. وطبعا في دماغنا رسمه جميله جدا، وعملنا اهو اول جنب وبدانا ندق السدايب بتاعته. ودلوقتي احنا بندق السدايب ودماغنا مشغوله في الرسمه. طبعا اخواتنا وحبايبنا كلهم مشرفين اهو، كان معانا بلال، كان معانا زياد، كان معانا عماد، وطبعا انا قاعد بدق المسامير اهو، واخونا ياسر برضو بيدق معايا الجنب. طبعا احنا بندق الجنب وبنفكر ايه الرسمه الجميله اللي هنعملها، ايه الرسمه الحلوه اللي هنعملها. كل واحد فينا كان بيفكر في حاجه، بس في الاخر استقرينا على رسمه جميله جدا جدا هوريها لكم دلوقتي. وده محمد نجار عمل
الباب بتاع القاطع او كان بيعمل الجنب اللي هو بتاع الاوضه. لازم جنب الاوضه يبقى سد بالمنظر اللي انتوا هتشوفوه دوت، لازم تسده نهائي. طبعا احنا بنفكره وهو كان مفكر للرسمه كده حاجه تانية كده ايه جميله جدا، هنشوفها دلوقتي مع بعض، وان شاء الله ان شاء الله تطلع غيه حلوه تليق بينا وتليق بيكم لاحلى اخوات في الدنيا. وكل يوم هننزل فيديو على النش، وكل يوم هننزل فيديو على ازاي تثبت الزغلول وازاي تقعد الحمام. وياسر اهو ومحمد وقفوا قصاد بعضيهم وبداوا يسمروا تاني جنب، لان الغيه بتتكون من 4 جناب، وطبعا الجنب بتاع القاطع ده بيكون الخامس. هنعمله جنب القاطع وهنعمله بلكونه وهنعمله اوضه وهنعمله احلى شغل مع احلى اخوات في الدنيا. وزي ما انتم شايفين اهو ده كان الجنب التاني، بنخلي فرق بين السدابه والسدابه فرق صغير مش فرق كبير، عشان خاطر الهواء وعشان خاطر السقعه وعشان خاطر انتوا عارفين اللي الجو احيانا بيقلب سقعه، فانت ما تضرش الحمام لو عملت الفتحه كبيره، فلازم كنا نعمله الفتحه صغيره. وهنا كنا بنستنضف السدايب، السدايب ديت واخده وش فاره. يعني ايه وش فاره؟ يعني داخله وممسوحه على المكنه عشان ما تاخدش منك بوهيه كتير، وفي نفس الوقت برضو يكون منظرها جميل. لو انت مش هتبيض او انت مش هتعمل اي حاجه لازم يكون منظر الجنب جميل ويطلع معاك بالمنظر اللي انت هتشوفه دلوقتي. وهنا بدأنا نقسمه مكان للشباك عشان نعمله شباك في الغية. ما هو ما ينفعش يكون غية من غير شباك، لازم تبقى متابع وتشوف الحمام بتاعك من الجنب ده وتشوف حمامك من الجنب دوت. وهنا كانت المفاجأة، تعالوا كده نتفرجوا مع بعضينا. احلى لايك ليكم اهو واحلى اخوات في الدنيا. طبعا لو بتتفرج معايا لحد الدقيقة ديت ما تنساش تعمل لايك، ما تنساش تشترك في القناة، لان كل يوم فيديو جديد عن تربية الحمام، وكل يوم كمان فيديو جديد عن نش الحمام. انا عايز اوريكم في الاخر الحاجة الحلوة اللي احنا عملناها. تعبنا وشقينا او خدنا وقت، بس الحمد لله رب العالمين طلع في الاخر منظر انتوا هتشوفوه اكيد هيعجبكم. والناس بقى اللي عايزه تعمل غيه على قد حالها، او الناس اللي عايزه تعمل غيه وبتسمع ارقام فلكيه ويقول لك الغيه دي بقد كده والغيه دي بقد كده، لا، انا كل اللي عليا وهقول لكم الغيه دي كلفتني كام. كل اللي عليا انا اللي جبت الخشب، وكان محمد النجار وياسر بيساعدونا وكانوا بيوقفوا معانا الغيه. بس بصراحه شغل ما شاء الله، كله شغل بالمقاسات. والمفاجاه الجايه ليكم بقى الشغل بتاع البيبان او الشغل بتاع العيون. هعمل لكم عيون ما اتعملتش عند حد قبل كده، هتشوفوا شغل ما شاء الله عليه. وطبعا الجنب دوت كنا لازم نخليه كويس، لازم نخليه متين. السدابه هتبقى بطولها عشان خاطر انتوا عارفين الهواء بيبقى جامد، ممكن شويه هواء يجي يوقعوا معاك الغيه، شويه هواء بص يفرقعوا لك الجنب كله. فلازم اهم شيء تكون واحده واحده، واهم شيء تكون بالراحه، وان شاء الله ان شاء الله تلاقي في الاخر حاجه كويسه. وهنا بدأنا نشوفوا الدنيا معانا فيها ايه. انا عايزه بس تستقروا معايا كده وتشوفوا على الالوان او نشوفوا الرسومات، وان شاء الله الرسمه هتعجبكم. وان شاء الله كل يوم فيديو لاحلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا. انتوا مش متابعين، لا بالعكس انتوا اخواتي ومشرفيني والله. وان شاء الله ان شاء الله هنرجع نعمل هدايا تاني للمبتدئين، وان شاء الله هنرجع ننش حمام تاني، والناس اللي محتاجه حمام والناس اللي عايزه تفرخ، كل دوت ان شاء الله موجود معانا في الفيديوهات الجايه. تعالوا كده مع بعضينا. لو جينا من 7 سنين كنا عاملين داير لونه لبني، نشينا منه وعلمنا الناس ازاي تنش، وعلمنا ازاي الناس تفرخ. والحمد لله رب العالمين دلوقتي اهو داخلين على 100,000 اخ واخت وام واب. وان شاء الله بامر الله في خلال كام يوم هنوصل ل 100,000 وهنعدي كمان ال 100,000، لان احنا بنحب كل الناس وبنحب الخير عند الناس كلها. وان شاء الله ان شاء الله اللي في نفسه حاجه يعملها، واللي بيتمنى الخير لغيره يلاقيه، واللي بيحب الخير للناس هيلاقيه ليه ان شاء الله وبامر الله. تعالوا كده يا جماعه زي ما انتم شايفين، ادي الجنب اللي هناك شفناه، وادي جنب اهو. واخونا ياسر بدا يبيض الغيه الجميله، واخترنا طبعا اللون الاصفر دوت بيبقى شيك، وهنحطه عليه اللون الاخضر. طبعا محمد النجار كان واقف بيفكر، اتاريه كان بيفكر للرسمه وبدا في الرسمه زي ما انتم شايفين كده اهو. الجنب كله خد اصفر، وهنا بدانا نحط الرسمه. طبعا الاختلاف بقى في الرسمه هنا ان احنا كنا بنغري السدابه بتاعه الخشبه بتاعه الرسمه عشان ما ندقش سدايب كتير على الجنب. زي ما انت شايف السدابه بتاخد غيره وبترجع تتحط على الجنب، وطبعا لو في شويه غيره زياده بيتشالوا زي ما حضراتكم شفتوا اهو. وبتحط بس مسمارين او 3 في الرسمه او في السدابه بتمسك معاك حديد، وان شاء الله بامر الله هتطلع رسمه جميله. انا واثق
اهو يا جماعه الغيره اللي بتكلم عليه اهو. طبعا كل حاجه بالمقاسات. الغيره ده اهميته ان هو بيمسك على الجنب من غير مسامير كتير، بحيث في مسامير ممكن تدقها في الخشب او تدقها في السدايب تلاقي السدايب فلقت او تلاقي السدايب اتكسرت، واحنا مش عايزين كده. احنا عايزين حاجه حلوه وعايزين حاجه بسم الله ما شاء الله. ويا ترى الرسمه هتطلع شكلها ايه في النهايه؟ هنشوف دلوقتي كده مع بعضينا. بسم الله. وبسم الله الرحمن الرحيم شدينا اول جنب حطيناه على الطبليه، وهنا كانت المفاجاه. والرسمه اهي يا جماعه زي ما انتم شفتوا حاجه كده ايه مختلفه من نوعها. واجي اول جنب قلنا نثبتوه. طبعا اول جنب عذبنا لحد ما نطلعوه، كمان طلعنا تاني جنب. تعالى اوريك بقى كنا بنثبت المسامير بايه. الغيه ما فيهاش ولا مسمار في القوايم، كل كان مسمار فك وتركيب. وده كان اهم شيء بالنسبه لي ان انا اعمل الغيه فك وتركيب. بنحط في كل جنب زوايا، وبنيجي على كل زاويه بنحط لها 4 مسامير. وهوريكم حاجه كده هتعجبكم ان شاء الله. طب بالله عليك لو وصلت للدقيقه ديت شجعنا واعمل لايك، لو ما اشتركتش اشترك في القناه وفعل الجرس. كده خلصنا الغيه وقلت اصورها لكم واوريها لكم، وهوريكم فيديو دلوقتي ليها ان شاء الله تعجبكم. طبعا محتاج رايكم في التعليقات. ودي كانت الطبليه، وهنا كان شكل السلم. وتعالى اوريكم الشكل من الجنب التاني. واللي ما عملش لايك يعمل لايك. مستنيكم في كل فيديو. وبكده يا جماعه نكونوا خلصنا الفيديو بتاع النهارده. يا رب يكون لطيف عليكم، فيديو جميل عليكم. وخلصنا الغيه بتاعتنا كده. متفضلنا حاجات بسيطه. ايه اللي متفضي معانا؟ متفضل معانا ان احنا نركبوا العبوب بتاعتنا، نركبوا الستاره. متفضل معانا ان احنا نحط مشمع على سقف الاوضه والسقف بتاع الغيه. والحاجات دي من اهم حاجات لازم تعملها عشان خاطر الشتاء وعشان خاطر الخشب بتاعك ما يبص. يبقى هنركب المشمع فوق الاوضه، هنركب المشمع فوق المناير كده عشان برضو لازم تخاف على فرد الحمام. هنركب العبوب، هنركب الستاره، وباقي المناير كمان عايزين نعمل حاجه حلوه كده في المناير. وان شاء الله بامر الله كل يوم فيديو جديد عن تربيه الحمام. اذا كنت انت بقى بتحب حمام الفرخ لازم تشترك معانا. بتحب حمام الفرخ لازم تشترك معانا. بتحب حمام النش، حمام الزينه، حمام بتاكله، اشترك معانا لانك كل هتلاقي حاجات جميله جدا جدا. تعالوا كده نتفرجوا على حاجه بسيطه في الاوضه وحاجه عملناها في الاوضه. طبعا كان اهم حاجه يا جماعه ان احنا نعمل شباك جميل شبه كده. طبعا شباك بيتفتح اهو بسم الله ما شاء الله. وتعالى اوريكم ايه الحاجه الحلوه التاني اللي عملناها. طبعا دي حاجه جميله كده. ده الجنب بتاع القاطع يا جماعه عملنا فيه شباك برضو. انا عايز اوريه لكم اهو. ده الجنب بتاع القاطع عملنا فيه الشباك اهو. ده شباك ملوش دعوه بالباب خالص. طبعا ده هيبقى شباك جرار، ونفس الكلام برضو يبقى باب جرار طبعا. وهنا عملنا زي مسند او قاعده نقعدوا عليها كده زي ما انتم شايفين بحرف ال، يعني عاملين كنبه استوديو صغيره كده. وان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو دوت. واللي واقف مع اي حاجه يكلمني في التليفون يا جماعه، احنا تحت امر الناس كلها. اعمل لايك واشترك لو انت مش مشترك، واستنى في كل فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.